متتبعي قناتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الظروف يا ربي. نتمنى ربي يرفع علينا الوباء والبلاء إن شاء الله، ويحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا ويحفظ الشعب المغربي يا ربي، بقدرة الإله سبحانه وتعالى. إخواني أخواتي الأعزاء، اليوم غنتكلم لكم على هاد الستار أو هاد الطائرة اللي معروفة واللي اختانيها المغرب. الطائرة اللي هي كما قلت لكم الستار ديال هاد السيمانة واللي معروفة في المغرب، هي طائرة كينداير CL 415، واللي كيتم الاعتماد عليها في عملية السيطرة على الحرائق. الإخوة والأخوات، المغرب هو البلد الوحيد الإفريقي، يعني البلد الإفريقي الوحيد اللي عنده هذا النوع من الطائرات، واللي كتصنعها الشركة بومباردي الكندية اللي كان عندها مصنع في المملكة المغربية، تحديدا نواحي كازا، قبل ما تبيعو وتخرج في 2019. المعلومات التقنية على هاد الطائرة كتفيد أن خاصها ما بين 9 و 12 ثانية باش تعمر جوج ريزيرفوارات ديال الماء، كل واحد يقدر يهز 3000 لتر، ويمكن لها في نفس الوقت خلال الطيران أنها تخلط مواد كتساهم في إطفاء العافية مع الماء، والنتيجة كتكون فعالة. إخوان، هاد الطائرة يمكن تعتمد عليها تهز الماء ملي تكون طايرة من الواد ولا البحر ولا البحيرة، بعد ما كتحل واحد الكابو كاين لتحت وتطير الوجهة ديالها اللي كتقضي الغرض. وبفضل القدرة ديالها الكبيرة تقدر تهبط حتى ل 15 متر وتلوح الماء اللي هازة في مساحة 400 متر في أقل من 12 ثانية. أكثر من هذا الشيء الإخوة والأخوات، هاد الطائرة ممكن لها تنزل في أي ضاية كبيرة، خاصة غير العمق ديالها ما يكونش أقل من 40 متر أقل من متر و40 سنتيم. البيلوت ديال هاد الطائرة خص يكون على مستوى كبير بزاف من الاحترافية، حيث الإخوة ماشي سهل طائرة كتحرك وفي نفس الوقت كتهز في الماء، راه صعيب. وهاد الطائرة الإخوة والأخوات هي اللي عرض المغرب على الجزائر المساعدة في إطفاء الحرائق اللي تصاب بها القبائل. نتمنى ربي باش يخفف عليهم الإخوة القبائل والإخوة الجزائريين، راهم إخواننا وما نتمناوش إن شاء الله يا ربي تقسم شي حاجة، نتمناو لهم إن شاء الله يرفد عليهم هذا الوباء والبلاء. وغادي نخليكم إخوان تشوفوا هذه الطائرة وكيفاش كتهز الماء وكيفاش كتهبط للأرض. يعني كما كنقولوا تقريبا كتكون برمائية هذه الطائرة، وما كتحتاجش المطار. هذه الطائرة الإخوان ما كتحتاجش المطار فين توقف ولا المهم اي بلاصه تقدرها نتوما كتشوفوا في الضايا ولا في البحر، ولا تقدر تعمر الماء ديالها وتطلع وتمشي دير المهمه ديالها، وهي كما قلت لكم تابعه للقوات المسلحه الملكيه. وشكرا لكم إخواني وأخواتي، ونتمنى ربي يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل شر يا رب العالمين. شكرا لكم الإخوة والأخوات، نتمنى التوفيق للجميع، وكنخليكم غادي نخليكم تشاهدوا هاد الطائرة كيفاش كتطلع كيفاش كتهبط، تشاهدوا الصور ديالها من كل الجوانب. نتمنى باش تدعمونا وديروا لنا لايك واشتراك في القناة. شكرا لكم الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.